السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله كما عودناكم دائما. اليوم غادي نصاوب معكم حلوة البهلة، غريبة البهلة اللي كتجي ناجحة 100%، بمكونات جد بسيطة وسهلة مع أسرار نجاح هذه الحلوى. خليكم معايا نتعرفوا على مقادير هذه الحلوى وطريقة التحضير. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة. المكونات اللي غادي نحتاجوها في هذه الحلوى كما كتشوفوا، غادي نحتاجو واحد الكأس ديال سكر سنيدة، غنحتاجو كأس ونصف من الزيت النباتية، عندنا واحد الكاس ديال اللوز مهرمش او الكاوكاو، على حسب الاختيار ديالكم. غادي نحتاجو واحد 150 غرام تاع الزبدة طرية، واحد الفاني وجوج خمارات وواحد فلان ديال درهم ايديال. وغادي نحتاجو ايضا الى الدقيق على حسب الخليط. مهم غادي نخلطو الزبدة مع السكر حتى كتنسجم مزيان، كتولي على شكل كريمة. وايضا غادي نضيفو الزيت النباتية، كأس عامر ونصف الكأس. غادي نستمر في اضافة المكونات، غادي نعجنو جيدا هاد الزبدة مع السكر والزيت حتى كنحصلوا على واحد الكريمه. غنضيفو سكر الفاني او قشطة الحامض، كيعطي واحد النكهة زوينة للحلوى. ومن بعد غادي نضيفو فلان ديال درهم ولا اي فلان عندكم. بالنسبه للفلان، الا كان عندكم اللي كتكون في الحلاوه بزاف السكر، بلا ما تزيدوش بزاف ديال السكر، غادي تنقصوا الكميه ديال السكر، ديروا نصف كأس فقط. وبالنسبه لهذا ما فيش سكر، درت كاس كامل. صافي، من بعد ما حصلنا على هاد الكريمه، غادي نضيفو اللوز مهرمش او الكاوكاو. وغنضيفو الدقيق شويه بشويه. ونضيفو الخميره الفاني 14 غرام، جوج ديال الخمارات ديال الزا من فئه 7 غرام. غادي نجمعو الخليط، وإلا خصنا الدقيق نزيدوه. غادي نزيدو شويه الدقيق حيت مازال ما تجمعات لينا العجين.
بالنسبة للدقيق خصو يكون مغربل مزيان، يكون من نوع ديال الحلويات، النوع اللي مزيان قاع. ما نبقاوش نعجنوه مزيان، ما نعجنوش بزاف هاد الخليط، غير نجمعوه، غير كنشوفو يبقى مرمل وكيتجمع بحال هاد الشكل هذا. نقدروا نكورو كويرات. غادي ندهنو الصينيه ديال الفران بالزبده، عفوا بالزيت، ولا عندها الورق ديال الفران، تقدر تستعمل الورق ديال الفران ولا الزيت. ندهن الصينيه الثانيه بالزيت. بالنسبه للفران راني شعلته يسخن على درجه حراره 180 درجه، خصو يسخن مزيان. وملي نقربوا نساليو الحلوى ديالنا ندخلوها للفران، نقصوا شويه على الفران، نقصوها مزيان كاع. بالنسبه للفران غادي نشعلوه للفوق. اول حاجه غادي نشعلوه من الفوق حتى كنشوفوا الحلوى بدات كتشقق من الفوق، عاد نقدروا نشعلوه من التحت. وداكشي كيبقى على حسب الفران، كل واحد الفران ديالو. المهم كنديروا على هذا الحجم هذا، تقدروا تستعملوها كبيره ولا صغيره، داكشي على حسب الاختيار ديالكم. المهم انا درتهم متوسطين في الحجم، يعني خصكم ديروهم نفس الحجم. ما عنديش الميزان باش نعبر، ولكن عيني ميزاني. هاد الحلوى ساهله البنات، ما تعجزوش، خصي غير الاراده وصافي، ومكوناتها ما كتاخدش بزاف. غادي نستمر في تكوير العجين الى كويرات حتى نسالي هاد الصينيه ندخلها للفران. ما بقى لي والو، نعمر هاد الصينيه، هي عمرتها. ودابا غادي ندخلها للفران، وغادي نبدا في الصينيه الثانيه نعمرها. المهم غادي نشوف الصينيه الاولى اللي دخلتها الفران واش طابت. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى غريبه البهله. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ما تنسوش الضغط على جيم والاشتراك في القناه الا كنتي اول مره كتشوف الفيديو. دمتم في رعايه الله.